بداية حكايتنا والجزء الرئيسي في الرواية كأس أفريقيا 2021 اللي اتأجلت واتلعبت في الكاميرون في يناير 2022 بسبب ظروف الكورونا. مجموعة مصر، نيجيريا وغينيا بيساو والسودان، مجموعة ظاهريا سهلة لكن جواها قلق من مدرب لسه الناس مش واثقة فيه، منتخب داخل البطولة بلا طموح حقيقي ولا حتى شكل واضح. وأول محطة نيجيريا، منتخب مليان نجوم من الدوري الفرنسي والدوري الإنجليزي وكمان الإيطالي، بس احنا منتخب مصر يا باشا، ما يغركش الطيارات ولا سرعات الأجنحة. لكن من أول 8 دقايق الصدمة من الطيارات وسرعات الأجنحة. أكرم توفيق باك يمين المنتخب المصري بيجري في سباق مع موسيس سايمون ويخرج مصاب، وبتبقى ضربة موجعة. لعيب أساسي فدائي كان عليه اعتماد كبير، لكن للأسف خسرناه بدري وبس بينزل مكانه محمد عبد المنعم مدافع من نادي فيوتشر، ودي اللحظة اللي بتبدأ فيها الجوهرة تلمع تحت عينين كارلوس كيروش. لكن رغم اللمحات الفردية الأداء كان عشوائي، مفيش شكل، مفيش خطة، مفيش منتخب. نخسر 1-0 قصاد نيجيريا ونبدأ البطولة بأسوأ شكل ممكن. الشارع المصري اتقلب، الناس مش مستوعبة منتخب مصر اللي بينيم أفريقيا من المغرب بيخسر قصاد نيجيريا بالشكل ده. وحتى لو كسبنا غينيا والسودان، ما كده ده كان المنتظر والمتوقع اللي احنا كنا عايزين نشوف بجد منتخب عنده ثقة. ولكن للأسف الصورة وقتها كانت بتقول ان المشوار هينتهي بدري، يمكن كمان في الدور ال16. ما احنا يا هنلاعب الجزائر يا هنلاعب كوت ديفوار، والاتنين نظريا وجسديا اقوى من